السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحبايبكم بصحة وخير وسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين اللون الحلو ده؟ وشايفين الطراوة بتاعتها؟ حاجة كده زي العسل. معانا كده بقى. كل سنة وانتم طيبين، خلاص شهر رمضان داخل علينا. تعاد عليكم وعلينا بالخير يا رب. يلا بينا نشوف الجمال والحلاوة وعجينة القطايف الحلوة دي اتعملت ازاي والمكونات بتاعتها عبارة عن ايه. بس قبل ما ندخل في الفيديو، لايك وشير للفيديو. احلى اخوات في الدنيا كلها، تحرمش منكم ابدا ابدا يا رب. زي ما انتم شايفين كده معايا من المج ده اللي انا هعاير بيه. هملاه كده بالمعلقه. دقيق. الدقيق ده مش دقيق فاخر او الدقيق الزيرو، ده الدقيق بتاع القمح العادي، اللي هي العين التالتة، اخر عين يعني، اللي هي السمرة، وكمان العين التانية. يعني بصراحة دقيق أسمر، أنا ملخبطاه على بعضه علشان بعجن منه العيش، فعملت منه مش فيش أي مشاكل. يعني مش شرط إن أنت تعملي دقيق زيرو اللي هو الدقيق الفاخر، أي نوع دقيق موجود عندك هتعملي بيه هتطلع معاكي زي ما أنت شايفة كده. يعني أنا قلت لك إن هي دي الدقيق ده أسمر وطلع معايا ما شاء الله زي ما أنت شايفة كده. معايا معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ونخلت الدقيق ونزلت عليه كده بمعلقه صغيره من الخميره الفوريه. وهاخد بقى عاير الميه بتاعتي. بس طبعا الدقيق ده هياخد ميه اكتر من الدقيق الزيرو، علشان خاطر ده في اللي هي السن يعني كده بتاع الدقيق الاسمر. فانا هناخد كده مع بعض، اخدنا كوبايه وقلبنا زي ما انتم شايفين كده. حطيت كوبايتين ناقصين شويه، بس هو هيحتاج اكتر زي ما قلت لك، علشان ده الدقيق الاسمر بتاعنا بياخد عشان السن اللي فيه وكده. لو انت هتعمليه بدقيق ابيض عادي مفيش اي مشاكل، حطي كوبايتين من الميه على كوبايتين من الدقيق وقلبي. وهقولك ازاي لو طلعت طريه منك او خفيفه هتعالجيها ازاي، مفيش اي مشاكل خالص ولا تقلق. هنعمل ايه؟ زي ما انت شايفه كده، لقينا المكون بتاعنا اللي عجينه القطايف بتاعتنا خفيفه، مفيش اي مشاكل ولا تخافي ولا تقلق. هنعمل ايه؟ هناخد معانا معلقه من الدقيق ونحللها عليها، معلقه واحده بس كده هتظبط معاكي الحكايه كلها. لو طلعت معاكي تقيله حط لها شويه صغيرين من الميه وقلبيها وشوفيها. طلعت معاكي خفيفه حط لها معلقه من الدقيق وقلبيها برضو وشوفيها. شايفين كده السمك بتاعها ما شاء الله عليه، انا مش محتاجاها اتقل من كده. هنعمل بها ايه بقى؟ هناخد المصفى بتاعتنا دي، وهاخد الخليط بتاعي ده كده وهصفيه كويس جدا بالمصفى. نفضت المصفى بتاعتي مكان الدقيق وخدتها كده عندي كده. ايه، هصفي بقى الخليط ده كده عشان يبقى معايا ناعم وحلو كده، مفيش كتلات ولا في اي حاجه، علشان نعمل احلى عجينه قطايف ان شاء الله هتعجبك وان شاء الله تجربيها. وكل سنه وانت طيبه وكل سنه وانت بخير وصحه وسعاده. شايفين كده بعد ما صفيته كده بالمصفى طلع معايا ناعم ما شاء الله زي عجينة الكريب بالظبط. فضيته كده في الطبق تاني وهغطي عليه وهسيبه لما يخمر. وبعد ما يخمر هنشوف هنعمل ايه. ولو وصلت معانا لحد هنا، لايك وشير للفيديو. احلى اخوات في الدنيا كلها. كده ما شاء الله شايفين خمرت ومعانا راحت زي الفل. هعمل ايه بقى؟ انا كده بكسر الخمر بتاعها، بقلبها كده علشان اطلع الهواء منها، وبكسر الخمر بتاعها. مش هحط عليها ميه ولا احط عليها اي حاجه ما تتقلقيش منها. وشايفين نازله ما شاء الله خمرانه وحلوه وزي العسل. هندهن صينيه كده من الزيت وهنخبز بقى العجينه بتاعتنا. الصينيه بتاعتي ديت من القلب عاليه، ومن الجناب نازله لتحت، عشان كده تلاقيها مش طالعه مسويه، بس طلعت زي ما انتوا شفتوها كده زي العسل. لو انت عندك طاسه اي حاجه، مش شرط صينيه تيفال ولا حاجه من دي، لو صينيه ألمونيا تعملي عليها عادي. يعني انا كنت بعملها قبل كده على صينيه اللي هي بتاعه الشاي الألمونيا الصغيره ديت، وكنت بدهن زيت وبحطه وبعد كده اشيل. شايفين بقى العجينه ناجحه معايا وزي الفل ازاي، بسم الله ما شاء الله. النار بتاعتنا بتكون هادية، مش بتعلي النار قوي، وعلى أهدى حاجة كده يعني عندك، وبتحطي القطايف بتاعتنا. لما بتلاقيها بقى كده يعني ايه نشفت معاكي زي ما انت شايفة، اللي انا شلتها دي نشفت. اما التانيين دولت لسه عايزين شوية، فهنسيبهم كده لما تستوي وتطلعي بقى تاكلي احلى قطايف. عشان ما تشتريهاش بالغالي، لان الدقيق غالي وطبعا هتلاقيها غالية. وزي ما قلتلك بأي نوع دقيق هتعمليها. بسم الله ما شاء الله طالعه معايا جميله وزي الفل وما كلفتنيش اي حاجه. واللي بطلعه كده بحط كده على قماشه
وبغطي، ما تسيبهاش مكشوفة، اللي بتطلعيه بتغطي على طول عليه. بسم الله ما شاء الله، العجينة معاكي مظبوطة وزي الفل اهيت، وإن شاء الله تجربيها وإن شاء الله تعجبك، ورمضان إن شاء الله يتعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين العجينة ناجحة وجميلة وزي الفل، شايفين؟ واللون كمان من تحت ما شاء الله. يعني أنا عملت من الكوبايتين دولت بسم الله ما شاء الله، يعني يعتبر كيلو من القطايف. شوفي انت هتجيبيه ب25 جنيه، ما شاء الله انت عملتيه بكوبايتين اتنين بس من الدقيق. معايا هنا على عين البوتاجاز زي ما انت شايفة كده، العين التانية كوبايتين من السكر وعليهم كوباية ونص من المية. ما حطيتلهمش الليمونه، هسيب النص عصره نص ليمونه، ما حطيتهاش الا لما السكر بتاعي يغلي، ولما يغلي هعصر عليه نص ليمونه، واسيبه بقى كده لحد اما يتقل معايا. بس انا مش عايزاه اللي هو التقيل الاول، الخفيف قوي هوريهولك هيبقى عامل ازاي. هيبقى معاكي احلى شربات كنافه، ينفع كنافه وينفع قطايف، حاجه زي العسل. اللهم صل على النبي. الكنافة دخلت في القطايف علشان انتوا كده بس يعني داخلين على رمضان، وأحلى أكلات المرتبطة دايما بشهر رمضان هي الكنافة والقطايف، دولت من الأكلات المشهورة في شهر رمضان. تعاد علينا وعليكم وعلى كل حبايبكم بالصحة والخير والسعادة يا رب العالمين. كده الغلي معايا هو أصفر كده ليه؟ علشان ده سكر تموين. وغلي معايا، عصرت نص ليمونة وسبته بقى كده على نار هادية. شايفين القطايف بتاعتنا، شايفين الجمال والحلاوة. وادي السكر اللي هو العسل او السيرب او الشربات زي ما بتقولي عليه. انا مش عايزاه اتخن من كده، اتقل من كده. هحط له ايه؟ هحط له معلقه من ماء الزهر او المورد، وهحطه بقى يبرد على ما احشي بقى ايه القطايف بتاعتي. القطايف بتاعتك هتحشيها بقى زي ما انت حابه. انا طبعا ما عنديش الا اللهم صل على النبي زبيب وجوز الهند. عندك بقى اي نوع مكسرات، اي حاجه انت حابه تحشيها احشي بيها، بس ده الموجود عندي وحلو قوي، فضل ورضا من عند ربنا. شايفين جمالها؟ شايفين طريه؟ شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ وما شاء الله طالعه معايا وبتلزق كده، لما بتقفليها بتلزق وجميله وزي الفل. بصراحه بسم الله ما شاء الله، جربيها هتعجبك ان شاء الله، وهتعتمدي على الطريقه ديت بامر الله. كده زي ما انتم شايفين اهوت. هكمل بقى كده بقية الكمية اللي معايا على الصينية، وفي الآخر هنشوفها عاملة ازاي، وهنحمرها وهتطلع معاكي الجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي. شايفة الجمال والحلاوة؟ طرية ولونها زي العسل. اللهم صل على النبي. كده تمام طرية، شايفة الجمال والحلاوة. معايا بقى العسل بتاعي بيرد اهوت، وما تحطيهاش والعسل سخن. علشان القطايف تبقى معاكي زي الفل، حطيها والعسل بارد، ما تطلعيش القطايف سخنة والعسل سخن، هتعجن منك. الزيت بتاعنا قدح، حطيت بقى القطايف بتاعتي تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهتقلبي بقى. وشايفين الجمال وشايفين الحلاوة، ما اخدتش وقت منك علشان هي قبل ما تتحط في الزيت باللون الجميل ده. خدت اللون الحلو ده، انا مش محتاجه اغمقها اكتر من كده. هنطلع بقى ونحط في الشربات او السيرب بتاعنا اللي هو البارد مش سخن. شايفه الجمال وشايفه اللون عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل. حابه بقى تحطوا للشربات زي ما حطيت كده معلقه صغيره من المورد، او حابه تحطي فانيليا، ورقه فانيليا عادي مفيش اي مشاكل، بس انا ما كانش عندي فانيليا، حطيت معلقه من المورد مخليها زي العسل وطعمه وريحته جميل. زي ما انت شايفه كده بتطلع بقى سخنه، والشربات بتاعنا بارد فبتشرب منه. بصفي كده وبشيل واحطه في طبق، علشان اللي اطلعه سخن تاني انزله في السيرب بتاعنا او في العسل بتاعنا ده. ما شاء الله، شويه قطايف بألف صحه وهنا وعافيه. شايفين الجمال والحلاوه؟ حاجه كده زي العسل، حاجه هتعجبك ان شاء الله. تجربوا الطريقه ديت وهتعجبك بأمر الله. شايفين الحلاوه ديت؟ حاجه من الاخر ما شاء الله عليها. كده زي ما انت شايفه اللون الجميل، اللون الذهبي الحلو ده. وهنطلع كده سخنه والشربات بتاعنا بارد، هتشرب منه وهتاكلي احلى قطايف. كل سنه وانتم طيبين. شايفين الجمال والحلاوه وشايفين لونها عامل ازاي؟ وجميله وزي العسل، مقرمشه من بره وطريه من جوه، وحاجه كده زي الفل. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه بحبايب بصحه وخير وسعاده وحبايبكم بخير. لو وصلتوا معنا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير، واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم. احسن